قبل بداية الفيديو لا تنسون الاشتراك وفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل، وخلوا لنا لايك إذا عجبكم المقطع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم متابعين؟ إن شاء الله كله بخير. اليوم عندنا طريقة الاعتناء بالبشرة بشهر رمضان المبارك. أول شي إذا كنتم مخلين مكياج جيبوا قطنة وأي زيت متوفر عندكم حتى لو ما طبخ ومسحوا المكياج راح يذوب تلقائيا. بعدها راح تغسلون بشرتكم، إذا كانت بشرتكم دهنية تغسلوها بصابونة الكركم، إذا جافة تغسلوها بصابونة إكوا سوفت. أني قالت هاي الملاحظات سابقا. هسه نسوي المقشر مال البشرة. نحتاج إلى أول شي زيت الزيتون وقهوة بدون هيل وشكر. راح نخلي ملعقة من زيت الزيتون وملعقة من السكر وملعقة من القهوة. نمزج المقشر ونسوي حركات دائرية لي فوق بالوجه. هذا المقشر يخلصكم من الشوائب اللي هي الجروح بالبشرة والأثر مال الحب، ويخلصكم من شو اسمه التصبغات اللي بالبشرة القديمة. إذا استمريتوا عليه مرتين بالأسبوع أو مرة بالأسبوع حد أقصى. حركات دائرية لي فوق يجنن بنات. هذا الماسك المقشر العفو. وبنسبة من الكافيين اللي توحد لون البشرة. هسه راح نسوي الماسك مال البشرة ورا المقشر مباشرة. ورا ما تغسلون المقشر تحتاجون إلى كركم مال طبخ عادي يكون خالي من أي إضافات أي بهارات، والزبادي اللي هو الياغورت أو الروبة، وتحتاجون إلى العسل. نخلي ملعقة من العسل وملعقة من الكركم وملعقة من الزبادي. نمزج هذا الماسك ونخليه على البشرة مدة نص ساعة أو 20 دقيقة. أنا بالنسبة لي أخليه 30 دقيقة حتى يستفاد من البشرة أكثر. نمسجه ونخليه كلش حلو، ولا تخافون من اللون اللي يظهر مال الكركم لأن راح يروح ورا ما راح تغسلون بشرتكم. إيش راح تسوون؟ بعد ما خليتوا الماسك على بشرتكم وغسلتوها تجيبون أي قطنة وتخلون عليها أي زيت أو مي ورد وتمسحون بشرتكم راح يروح الكركم. أنا استخدمه مرتين بالأسبوع يجنن. هسه نسوي تقشير الشفايف. تحتاجون إلى صودة مال طبخ مال فلافل وعسل وجل الصبار الأوليفيرا. راح نخلي نص ملعقة بنص ملعقة بنص ملعقة. نمزجهن سوا. لازم تتقشر شفايف حتى نتخلص من الجلد الميت والشفايف المفطرة. لا تنسون شربون مي هواية. وجل الأوليفيرا إذا عندكم طبيعي يعني من النبتة بعد أحسن. أنا هذا صناعي سعره 8000 العلبة. أول ما نزل أخذته 15، هسه صار 8. بفرشة تخصصوها لهذا الغرض وتسوون تقشير دائري 5 دقائق. هسه الهالات السوداء، يا أما هذا قناع الكولاجين ماء الذهب سعره 2000، أو إذا ما عندكم نفسه جل الصبار اللي هو هذا تخلوه على تحت عينكم ومن فوق من الليل للصبح. إذا ما عندكم ذني تجيبون من الصيدلية زيت فيتامين إي، تثقبون الكبسولة وتدهنون الزيت تحت عينكم من الليل للصبح مدة شهر تخف وتقل الهالات السوداء. هاي المخمرية كلش حلوة، أخليها شعري وأخليها ورا إذاني وأماكن النبض يم خشمي كلش طيبة ريحتها. بعد كل هاي الخطوات راح يصير بشرتكم حلوة تجنن. ولا تنسون ترطبون. أنا هواي عارضة مرطبات بالقناة. هسه حاليا راح استخدم هذا بالكولاجين كريم فيتامين إي. إذا مالكم ما هسه تسوون ماسك الكركم استخدموا الماسكات الكورية صايرة ب1500. أول ما اشتريتها ب5 تجنن. أحبكم جميعا. باي باي.